اهلا بيك في الحاجه وعكسها مع نظام الطيبات. هو ازاي اتقال لك تاكل نوتيلا عادي ولكن ما ينفعش تشرب لبن، وتيجي تبص على مكونات النوتيلا هتلاقيها جواها لبن؟ طيب سؤال تاني بالعقل والمنطق، لما تيجي تاكل بطاطس محمره وتحط عليها كاتشب ومايونيز، المايونيز عادي لكن ما ينفعش تاكل بيض؟ والمايونيز من ضمن المكونات بتاعته هو اصلا معمول من البيض. لما يتقال لك اوعى تاكل خضار عشان مرشوش وتلعب فيه كيميائيا وتلعب فيه في الكلام ده، طب وهو ليه ما لعبوش في البطاطس اللي هي من اكتر الخضار الانتاج على وجه الكرة الارضية؟ طب ما هو لو البطاطس تمام، ما انا اكيد هروح ارش عليها عشان تكبر في الحجم والكلام ده. ما هو يعني هيسيبوا كله مش هيرشوا على البطاطس؟ فما دام الكيمياء والحاجات المصنعه دي هي المضره واللي مبوظه الاكل بتاعنا كله، وان من زمان الاكل كان حلو لكن دلوقتي وحش، طيب منين المربى والحلاوه والنوتيلا والكاتشب والمايونيز والحاجات دي كلها مصنعه ومضاف عليها مواد حافظه وسكر قد كده؟ دي تمام، لكن الحاجات التانية كخه. طيب بالعقل برضه، طب ما العصير ده مصنع والحاجات دي متضاف عليها مواد حافظه وبدون الياف وبترفع السكر مره واحده، لا ده مصنع واتلعب فيه بس احنا هنقبله ليه؟ عشان هو قال كده.